اوعى تكوني لسه بتحمري الكنافه بالسمنه وتتعبي نفسك فيها، جربوا الفكره العبقريه دي كمان. معايا كده نص كيلو من الكنافه قطعته بالشكل ده، وهضيف عليه 4 معالق كبار من السكر البودره، وهبدا اغلف الكنافه كويس جدا بالسكر البودره. ومجهزه دلوقتي كده معايا كوبايه من السمنه البلدي، وممكن سمنه على زيت براحتك خالص على حسب المتوفر عندك. ضفت السمنه معايا بالشكل ده، وبرضه هبدا اغلف الكنافه بالسمنه. عايزه اقول لكم في المرحله دي تقدروا تاكلوا الكنافه طعمها حلو قوي قوي. مين بقى زيي بيحب ياكل الكنافه وهي نيه بالشكل ده؟ انا عن نفسي بحب اكلها وهي كده. كده خلاص انا غلفت الكنافه كويس جدا بالسمنه، وهبدا دلوقتي اجيب الجلاش معايا. اهم حاجه لفه الجلاش تحطيها على فوطه وتغطيها بفوطه علشان الجلاش ما ينشفش معاكي لحد ما تخلصي الكميه كلها. هنبدا دلوقتي نجيب ورقتين من الجلاش. الوصفه النهارده مختلفه عن اللي عملناها المره اللي فاتت بالكنافه المحمره، لا الوصفه دي مختلفه تماما. هنجيب هنا ورقتين من الجلاش ونبدا نحط الكنافه بالشكل ده، ويا ريت ما تفرمهاش في الكبه او تنعميها، احنا عايزين نحس بطعم الكنافه. بصراحه انا الاول كنت بعملها في الكبه وتبقى اسهل واسرع، لكن لقيت ان انا لما بقطعها كده بايديا تكون مشعره زي ما شفتوا كده معايا في البدايه، الصراحه بيكون طعمها حلو قوي قوي وبيكون طعمها ظاهر. انا بوريكم هنا ان لفه الجلاش البدايه بتاعتها كانت مقطعه، بس ما فيش اي مشكله خالص، بنخلي الجزء المقطع هو اللي هندخله لجوه الاول، واهم حاجه الطرف يكون سليم. شايفين الطرف سليم معايا ازاي؟ حطيت الكنافه وببدا الفها رول بالشكل ده. الطريقه سهله جدا، وبعد كده تبداي تقطعيها. بالنسبه للتقطيعه فدي ترجع ليك المقاس زي ما قلت لكم، تعملوه براحتكم سواء كبير او صغير. وبالنسبه برضو لحجم الصباع انت ممكن تصغري عن كده، يعني ممكن تقللي كميه الكنافه وتعملي الصباع رفيع عن كده. برضو دي حاجه ترجع ليكي براحتك خالص. طبعا انا هنا عملتها بالكنافه بس، تقدري تحشيها مكسرات عادي جدا. هعمل لكم واحده دلوقتي بالمكسرات. حطينا الكنافه وحطيت زبيب معايا بالشكل ده، وممكن احط معاها جوز هند، فول سوداني، اي مكسرات متوفره عندك تقدري تضيفيها عادي جدا، وبرضو هتلفيها رول. وزي ما قلت لكم اول الورق هنا معايا مقطع مفيش اي مشكله، بلفه كده من جوه والطرف بيكون سليم. وبرضو هنبدا نقطعها بنفس الطريقه. بحطها في صينيه بكون دهنها بكميه كويسه من السمنه، وبجيب سمنه معايا بالشكل ده، وبالفرشه بتبداي تدهني الجلاش. ودي مرحله مهمه قوي قوي عشان ما يطلعش ناشف معاكي، لازم تغلفيه بالسمنه كويس جدا. في المرحله دي بنسخن الفرن معانا على درجه حراره 180، وبندخله في الرف الوسطاني. بياخد معاكي لون من تحت بتفتحي عليه الشوايه. وخلي بالكم الجلاش ما بياخدش معاكي وقت، يعني بيتحمر بسرعه جدا، فتخلي بالك. هنجهز دلوقتي الشربات، عباره عن 3 اكواب من السكر، عليهم 3 اكواب من الميه، عصير ليمونه كامله. هنقلب بقى دلوقتي كده السكر من المنتصف بحيث السكر يدوب معايا قبل ما ارفعه معايا على النار. اول ما يبدا معانا في الغليان نحسب كده بالظبط 10 دقايق، وبعد كده بنضيف له الفانيليا، وكده الشربات جاهز معانا تمام. دلوقتي الجلاش طلعته معايا من الفرن خلاص، خد معايا اللون المطلوب. هبدا اضيف له الشربات، واضيف كميه كويسه، هو بياخد كفايته، واي كميه زياده انا بصفيها عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. احلى جلاش واسهل جلاش ممكن تعمليه في دقايق، هتحضره ما شاء الله حلو قوي قوي، مش هياخد معاكي اي وقت خالص بصراحه. وطعمه مختلف خالص عن اللي بتعمليه بالكنافه المحمره، ده طعم وده طعم تاني، يعني الاتنين طعمهم مختلف عن بعض تماما. جربوا الطريقه دي والطريقه دي، بس الطريقه دي سهله وطعمها حلو قوي قوي، وهتعجب الكل. واتمنى تشيروا الفيديو لكل حبايبكم.